الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. اختتام دورة حماية التراث غير المادي. الإريتريون في المهجر يقومون بأنشطة وطنية. مساهمة طلابية مرضية في التعليم الأساسي بإقليم جنوب البحر الأحمر. مقتل 4 من جنود حفظ السلام في انفجار بمالي. مقتل 12 في تصادم قطارين بمصر. وموجة الصاعقة تتسبب بوفاة أكثر من 40 شخصا في أوروبا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. اختتمت أمس 28 من فبراير الدورة التدريبية التي نظمت في العاصمة أسمرة بتعاون مفوضية الثقافة والرياضة ومنظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي غير المادي. واشتملت الدورة التدريبية التي استمرت ل9 أيام والتي تعتبر مواصلة للدورة التدريبية المماثلة المنظمة في العام الماضي على إجراء الدراسات وملء الاستبيان وأساليب تسجيل التراث الثقافي غير المادي وسبل إبرازه عالميا وغيرها من المواضيع المرتبطة بها. وأشاد مبعوث اليونسكو أحد المشرفين على الدورة خبير حماية التراث غير المادي السيد لانفور مازيبكو بجهود إريتريا لتسجيل التراث الثقافي غير المادي وحمايته، وشكر الاهتمام الكبير للمشاركين في الدورة. من جانبه أوضح مفوض الثقافة والرياضة السفير زمندة تخليه أن المشاركة في الدورة التدريبية المشاركين اكتسبوا معرفة أساسية لتدعيم خبراتهم بالوسائل العلمية، داعيا لبدء نشاطهم لحماية التراث الثقافي غير المادي في البلاد ووضعه في سجل التراث العالمي. وأكد المشاركون في الدورة على أهميتها من حيث الوقت والمحتوى، موضحين الاستعداد التام للعمل العلمي المثمر لحماية التراث الثقافي غير المادي المعرض للانقراض. شارك في الدورة التدريبية التي امتدت من 19 وحتى 28 من فبراير المنصرم أعضاء من الشؤون الثقافية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والمتحف الوطني ووزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الوطني للمرأة ومركز البحوث والتوثيق ووزارة التعليم ومفوضية الثقافة والرياضة و32 من المهتمين الناشطين في أبحاث التراث الثقافي. قام الإريتريون المقيمون في ألمانيا وجنوب السودان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بأنشطة تقوية روابطهم بالوطن ومعرفتهم بقضايا البلاد الراهنة. وفي هذا الإطار قدم فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في ألمانيا حوالي 17,000 يورو لإنجاح جمعية معاقي الحرب. ونظم الإريتريون في مانهايم الألمانية برنامجا لتوريث القيم الوطنية والتراث بمناسبة ذكرى عملية فنقل. وقال مسؤول الشؤون الجماهيرية والجاليات السيد كحساي تولدي في الكلمة التي ألقاها إن ذكرى وتمجيد البطولات التي تحققت في نضالنا التحرري تمنح دافعا قويا لمسيرة النضال للتنمية الوطنية. من ناحية أخرى عقدت الجالية الإريترية في جوبا بجمهورية جنوب السودان مؤتمرها الثالث. خاطب المؤتمر سفير إريتريا في جنوب السودان السيد يوهانس تخلة ميكائيل قائلا بأن الجالية الإريترية في المهجر تنظم لتأطير المواطنين والعمل بفهم مشترك في القضايا الوطنية الاجتماعية والاقتصادية. وقدم في المؤتمر تقرير عن أنشطة الجالية للسنتين الماضيتين، وانتخبت هيئة إدارية من 30 عضو. كما أوضحت الجالية الإريترية في الرياض بالمملكة العربية السعودية استنادا إلى القرارات والتوصيات التي أصدرتها في مؤتمرها الثامن على العمل لتعزيز المشاركة الشعبية في البرامج الوطنية وتمكين الوحدة الوطنية والدفع بأنشطة دعم القضايا الاجتماعية وتوسيع الفرص التعليمية وتقوية برامج توريث التراث والثقافة. من جهة أخرى تنظم الجالية الإريترية في نيو أوريليانس الأمريكية معرضا للصور يستمر من 26 من فبراير وحتى 26 من مارس للتعريف بالتراث وعادات إريتريا والوحدة في إطار التعدد وبرامج الإعمار الوطنية. ويعكس المعرض المعد أساسا للطلاب التراث الفلكلوري والثقافة، ويشمل أيضا محاضرات وبرامج حوارية.
صرح مسؤول وحدة التعليم الأساسي في مكتب التعليم بإقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ خليل عثمان لوكالة الأنباء الإريترية بأن مساهمة الطلاب في المدارس الابتدائية والمتوسطة ظلت تحقق تطورا ملموسا بفضل الاستثمار الجاري لتوسيع الخدمات التعليمية وفتح المدارس حتى في المناطق البعيدة. وأوضح الأستاذ خليل وجود 21 شبه مدارس داخلية إضافة إلى المدارس الداخلية المنتشرة في مدن عصب وطيعو وأفنبو مانحة المناطق البعيدة اهتماما أكبر. وبفضل تلك الجهود ظلت تحدث المدارس الابتدائية والمتوسطة خلال 5 سنوات مضت تطورا ملحوظا بنسبة 8% سنويا. وذكر الأستاذ خليل بأن ارتفاع المدارس الابتدائية من 5 إلى 15 يبرز ذلك التطور الملموس، موضحا ارتفاع مستوى نتائج امتحان الشهادة المتوسطة في المدارس المنتشرة بالإقليم خارج مدينة عصب. وفي الختام نوه الأستاذ خليل بأنه يتطلب بذل جهود جبارة لمواصلة البداية الجيدة التي تظهر في المدارس الابتدائية والمتوسطة خاصة للطالبات حتى في المدارس الثانوية. نظم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الجنوبي سيمينارا لطالبات مساعدي التمريض بمندفرة حول علم النفس والتوعية الاجتماعية. وقدمت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الجنوبي السيدة أبراش حبتاي توضيحا حول تأثيرات القرناء الإيجابية والسلبية والتغييرات الجسدية والذهنية لدى المراهقات ودور وتأثير التكنولوجيا في حياة الشباب اليومية. وذكرت السيدة أبراش الطالبات لرفع وعيهن فيما يتعلق بالأوضاع العالمية والإقليمية إلى جانب تعليمهن الأكاديمي، داعية الطالبات لبذل جهود من أجل الوصول إلى أعلى المراقي أكاديميا ومهنيا. وذكرت بأنه يتوقع خاصة من الإناث الاستفادة المثلى من الفرص التي أتاحتها لهن الحكومة والمرأة والتعرف على حقوقهن وواجباتهن والعمل لتنمية المجتمع، مناشدة على عدم التعرقل بالمصاعب المؤقتة والامتياز في دراساتهن. من جانبها ذكرت مسؤولة الشؤون السياسية بالاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم السيدة رقبة والدة مريم الطالبات ليكن مثالا يحتذى به للطالبات الثقار من حيث الانضباط والمساهمة الفعالة. مشاهدينا الكرام، نعود مع الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل. على الصعيد العالمي، قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي إن 4 من جنودها لحفظ السلام قتلوا وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة عندما مرت المركبة التي كانوا فيها على لغم في شمال مالي. وذكرت البعثة في بيان أن الجنود كانوا على طريق يربط بلدتي بوني ودوينتسا في منطقة موبتي، حيث قتل 6 جنود ماليين في حادث مشابه قبلها بيوم. هذا وأعلنت مصادر عسكرية في مالي مقتل 6 عسكريين بينهم ملازم جراء انفجار لقم لحظة مرور مركبتهم عند مدخل مدينة ديوارا بوسط البلاد. قالت وزارة الصحة المصرية إن الحصيلة النهائية لحادث تصادم قطار ركاب بقطار بضائع في محافظة البحيرة بشمال البلاد بلغت 12 قتيلا و39 مصابا. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في البيان إن 4 مصابين كانوا في حالة حرجة وخضعوا لعمليات جراحية، بينما يعاني باقي المصابين من كسور في أماكن متفرقة في الجسد وحالتهم الصحية مستقرة. وكان المتحدث باسم وزارة النقل قال في وقت سابق إن 15 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون في الحادث الذي وقع في قرية بمركز كوم حمادة بالبحيرة. أسفرت موجة الصاعقة القادمة من سيبيريا والتي تجتاح أوروبا منذ أيام إلى موت العشرات من بينهم كثير من المشردين، فيما تستمر الاضطرابات في حركة النقل برا وجوا. وسببت موجة الصاعقة وفاة 47 شخصا على الأقل منذ يوم الجمعة الماضي، من بينهم 18 شخصا في بولندا و6 في تشيكا و5 في ليتوانيا و4 في فرنسا و4 في سلوفاكيا و2 في كل من إيطاليا ورومانيا وصربيا وسلوفانيا، وشخص واحد في هولندا وآخر على الأقل في منطقة الباسك بإسبانيا.
وكانت درجات الحرارة هبطت إلى 21 درجة مئوية تحت الصفر في المناطق الجبلية في كرواتيا والبوسنة. وفي سويسرا انخفضت درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية تحت الصفر في جلاتلب غير المأهولة والمعتاد على هذا النوع من الصعيق، والواقعة على ارتفاع 1850 مترا. وترجع موجة البرد إلى ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة فوق القطب الشمالي، مما أضعف التيار الذي يأتي بالهواء الدافئ من المحيط الأطلسي إلى أيرلندا وبريطانيا. استعرت المنافسة بين شركات الهواتف العالمية في معرض الهواتف المحمولة بمدينة برشلونة الإسبانية الذي فتح أبوابه يوم الاثنين الماضي. وكشفت سامسونج للإلكترونيات عن هاتفين جديدين من سلسلة جالاكسي اس، هما جالاكسي اس 9 وجالاكسي اس 9 بلس. وأنصب تركيز الشركة على تحسين أداء الكاميرا لرفع جودة التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما حسنت أداء المساعد الصوتي الذكي بيكسبي الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتنفيذ العديد من المهام. بدورها كشفت نوكيا عن سلسلة من هواتفها الذكية، وأعلنت عن استخدام نظام التشغيل جوجل أندرويد بعدد من هواتفها. من جانب آخر أعلنت سوني اليابانية اعتماد تقنية الفيديو فائق الوضوح بدقة 4K لتسجيل الفيديوهات بهاتفها الذكي الجديد إكسبيريا إكس. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا.